في طبعا كازابلانكا في ملعب مركب محمد الخامس. هناك شوط ثاني في بريتوريا الاسبوع القادم ان شاء الله، سيكون التوفيق حليف فريق الوداد في هذه المباراه، مباراه العوده. نعود الى اجواء التحليل لهذه المباراه والشوط الثاني تحديدا الذي شهد العديد من الاحداث، ومنها حاله طرد اخرى ثانيه لفريق مامولدي صن داونز، ولم يستغل فريق الوداد هذا النقص العددي الكبير في صفوف فريق مامولدي صن داونز في هذه المباراه. اعود الى عزيز بن نيش ومحمد العلوي للحديث عن هذه المباراه. كابتن عزيز، طبعا تعادل سلبي، ليست النتيجة التي كان يتمناها جمهور الوداد، ولكن كما قلت في المقدمة هذا شوط لعب اليوم، هناك شوط آخر الأسبوع القادم بمشيئة الله. لكن السؤال المهم قبل الخوض في التفاصيل الفنية، لماذا لم يستغل الوداد حالات الطرد في صفوف فريق مامولدي صن داونز؟ أكيد هناك عدة عوامل وليس العامل البدني، لأن الوداد أكمل مباراة بطريقة جيدة. العامل الفني، يعني كيف تخترق، كيف تقوم بالتفوق العددي، هذا ما كان ينقص الوداد في هذه المباراة. خروج بعض اللاعبين عن الفورمة، احنا نحب كل اللاعبين ولكن في بعض الأوقات احنا صريحين مع بعض اللاعبين مستواهم نزل للغاية هذا الموسم، لازم يريحوا ويلعبوا لاعبين آخرين أكثر جاهزية. لما دخل حيمود، لما دخلوا أحداد، كان هناك بعض التحركات. رغم ذلك بعض اللاعبين اللي كانوا على الدكة اللي دخلوا كمترجي وكمؤيد ننتظر منهم الأكثر. جالس على الدكة احتياط، لازم عندما تدخل تعطي الإضافة، تكون أكثر حماس، أكثر جرأة. أظن بأن الوداد افتقد لبعض الأشياء ولم يفتقد للكوتشين، لأن الكوتشين كان موفق اليوم، وهذا يعني أن اللاعبين لازم أن يراجعوا أنفسهم. احنا نحبهم وكل جماهير معهم، ولكن لازم تراجعوا أنفسكم، لأن اليوم ما كان ينقص هو الحماس، الاندفاع والحماس، خصوصا عندما سيناريو المباراة كان غير منتظر، أنك تلعب بتفوق عددي لطيلة دقائق كثيرة جدا وما خلقناش منها فرص كثيرة. فرصة واحدة كانت لزهير مترجي لم يستثمرها بالتسجيل. لذلك فأقول بأن من يدخل كبديل لازم يعطي الإضافة، لازم يكون مركز على المباراة، لازم عندما يكون في دكة احتياط لازم يروح يشوف المباراة ويركز مع المباراة ويدخل يساعد الزملاء. لذلك فاليوم كان مشكل فني لاختراق ولاستثمار التفوق العددي. لم نستثمر التفوق العددي فنيا بعملية الأوفرلاب، اللعب على الأطراف، لم نستغل الركنيات، لم نستغل كرة ثابتة. عطية الله أيضا غائب عن الفورمة. هناك بعض اللاعبين حسوني أيضا، في بعض اللاعبين الغائبين عن الفورمة، لازم يريحوا ويلعبوا مع لاعبين آخرين ريتما يعودوا للفورمة. أظن بأن اليوم الوداد افتقد إلى عنصر أو عنصرين كان ممكن لو كانوا في الفورمة كان الوداد ممكن يحقق انتصار. طيب، هذه مقدمة عن فريق الوداد، والنقطة المهمة لماذا لم يستغل النقص العددي. كابتن عزيز وضح الأمور بالتفصيل. أنت لك توضيح آخر محمد العلوي، وهي عدم الضغط، أو بمعنى أصح هو الزيادة العددية المبالغ فيها من مدافع فريق الوداد، مع أن هناك فريق صن داونز يضغط بلاعب واحد فقط. أليس ذلك؟ بالضبط. إضافة فقط لنذكر عزيز بالضبط أنه ليست هناك مشاكل بدنية، ما يحدث أن مشاكل تكتيكية فنية بدرجة أولى هي التي جعلت مباراة والمتابع المباراة يعتقد بأن مباراة متكافئة العدد، رغم أنه صن داونز لعبوا 55 دقيقة تقريبا بأقل لاعب، لأن ثمة مشاكل تكتيكية حقيقية في الحقيقة في الوداد، ولا يمكن تحميل المدرب للأمانة، لسنا هنا بصدد تحميل المدرب لأنه في الأسبوع الثاني. بالتالي تصور هذه المشكلة التي ظهرت حقيقة مشكلة عويصة جدا بعد الطرد. طبعا تحدث بعد الطرد، و5 لاعبين ضد لاعب واحد من صن داونز، 5 لاعبين، يعني تخسر 5 لاعبين في وسط ميدان الآخر، 5 ضد 1 في وسط ميدان الآخر لديك 5 ضد 9. فبالتالي لن تتقدم الكرة إطلاقا، لن تجد خيارات، لأنه أنت الآن تخسر 4 لاعبين بدون شيء. سيحاول يتقدم الآخر، يتم السيطرة عليهم بسهولة جدا، سيعودون للخلف لأنه لا توجد خيارات تمرير، لا توجد زيادة عددية، لا توجد خيارات الأمام، سيضطرون كذلك دائما للعودة للخلف نفس المعضلة. لاحظ 3 ضد 1، 4 ضد 1. يعني هي مشكلة تكتيكية وليست مشكلة بدنية، هاي مشكلة تكتيكية. لاحظ يلعبون كرة يتم احتوائهم بسهولة جدا. في الشوط الثاني نفس الحال، على فكرة تكررت مرات، وهي مسألة تتعلق بالتعليم الذاتي للاعب. لسه تحتاج المدرب لكي يعلمك هاي المسائل. هي مسائل، لكن المدرب ممكن يعطي تعليمات بالتقدم، يعني صح، لكن هي مسائل واضحة جدا. لاحظ 4 ضد 0 بدون اي لاعبين، سيبحث يعني اوكي خيارات. ممكن التقدم يعني اللعيبه متراجعه 5 لاعبين تحت الكره من فريق الوداد، اوكي بالضبط. بس المدرب ممكن يعطي تعليمات بزياده، صح، لكن حتى انت لاحظ حسوني ماذا يريد هنا، يستلم لماذا؟ لم يعطي اضافه، يعني استلامه كان خطا، كان يجب ان يبحث ان يكون استلامه بين الخطوط الى الامام. لاحظ سيعودون كذلك الخلف لانه لا توجد خيارات، 4 ضد 1 يخسر، سيعودون كذلك نفس المشكله.
وسيضطرون للعوده للخلف الحارس لانه لا توجد خيارات. بالحقيقه هي مشكله تكتيكيه كانت جزء من مشاكل الوداد اليوم. طيب هذه نقاط طبعا مشاهدينا حول المباراه وحول طبعا عدم استغلال النقص العددي في فريق مامولدي صن داونز بسبب التراجع المبالغ فيه احيانا وفي كثير من الاوقات من لاعبي فريق الوداد. كابتن التغييرات، انت كنت تتحدث عن التغييرات بالضبط، يعني انت قلت التغييرات فاندن بروك اعطى هذه التبديلات وكانه يسمعك بالضبط، لكن لماذا لم نجد التغير في الاداء الهجومي من اللاعبين؟ هل اصابه سامبو كان لها تاثير كبير على شق الهجوم لفريق الوداد؟ اكيد اصابه سامبو، لان التغييرات اللي قام بهم فاندر بروك كان من المتوقع انه يعطوا فعاليه على الاطراف، يكون هناك يعني عرضيات، ويكون هناك عرضيات لصالح سامبو. لكن بعد دخول اللاعبين في الشوط الثاني خرج سامبو مصاب، وهذا يعتبر خساره. يعني تقريبا الوداد لعب 30 دقيقه زائد تقريبا 10 دقائق تقريبا بدل الوقت بدل ضاع تقريبا 40 دقيقه بدون سامبو كان مهم في الاوقات اللي كان الوداد تقدم شيئا ما، الكتله تقدمت شيئا ما الى الامام، وكان هناك كروسات وكان هناك عرضيات وكانت هناك ركنيات لم نستغلها. حتى اليوم يناجم عنده عرضيات رائعه جدا. طيب نعود لسامبو لنقطه مهمه. نعم. وهي تحركات سامبو اثناء المباراه فقط 10 لمسات فقط. نعم. منهم لمسه واحده داخل الصندوق. نعم. لماذا كان دائما النزول داخل غير معزول، وكان بينزل كتير نص الملعب اي امامنا طبعا. كل لمسات سامبو منهم 10 لمسات كلهم خارج الصندوق، لمسه واحده داخل الصندوق. هذا في الشوط الاول. هي طوال وقت في المباراه. عارف ليش؟ لان كنا بكثافه عدديه في الدفاع، كثافه عدديه في الدفاع، وكنا دائما نبني الهجمات ب5 لاعبين وامامنا مهاجم.